عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمله مع بعض السردين المملح بتاع العيد المدلع البلدي الجميل. بصوا بقى السردين المكساوي، هو ده السردين المكساوي بتاع الماكس بتاعنا بتاع اسكندرية وجماله ودلع اسكندرية وكل البلاد اللي على خط الساحل الجميلة بتعمله بنفس الطريقة. هناخده مع بعض. معانا البرطمان اللي هو ده، هناخده حبة ملح كده وحبة شطة زي ما انتم شايفين. طبعا انا صفيت السردين من الميه ونزل ميته، عايز اوري لكم حاجه، فكده جاهز معايا على التمليح من غير ما يتشطف ومن غير ما يتعمل فيه حاجه. هاخد بقى كده اسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بعمل راق كده واحط ملح واحط شطه واخد تاني، بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اقول لكم على حاجه، ريحته جميله قوي قوي فوق ما تتخيلوا. واعمل برضو راق تاني من الملح واحط شطه حمراء، عشان انا طبعا بعمله ليه؟ عشان اكله باذن الله في الوقت ده على العيد، يبقى الحق ايه اللي انا املحه. انا شغال مع حضراتكم واحده واحده. احط برضو يبقى راق راق كده واخد شطه. الشطه بتزود الصلاحيه بتاعته، ما تخليهوش يبوظ. انا بعد ما حطينا الكميه كلها وحطينا الشطه هنديله حركه كده بسيطه وهنبدا نكتمه كويس، عشان بعد 10 ايام او 15 يوم باذن الله على العيد بعون الله نفتحوه وناكل منه. اروح جاي كده عشان اقفله واقدر اتحكم فيه، واروح جاي قافل كده وضاغط وما نفتحوش الا ما يستوي. عايز اقول لكم شايفين الشكل الجميل ده؟ حاجتنا نظيفه غير لما نجيبوها من بره، واوريها لحضراتكم باذن الله على العيد لما نقدمه.